السلام عليكم شباب، وحول كلامكم مسوي معكم يوسف. اليوم إن شاء الله أقدم لكم الدرس الثاني من شروحات ماينكرافت. اليوم حاب إني أقدم لكم الكوبلستون جنريتر هذا. طبعا نشوف شو يصير لما نكسر مثلا كذا، يرد يطلع على فوق كذا. ديك تقعد تكسر هنا، وبنعرف طريقة الشيء. طبعا هذا يسكر ويشغل. اوكي، طريقة عمل هذا كوبلستون جنريتر. طبعا خلينا نسوي تايمز 0. تحتاج 4 بكتات ووتر إذا كنت في السرفايفل، أما أنا في الكرياتيف فما أحتاج لواحد. ريدستون ريبيتر ليفر بستن، أي بلوك ثاني. اوكي باك. طبعا اللي لازم تسويه انك تحفر حفرة 5 في 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 كذا. اوكي، 5 في 5 والارتفاع 3. بعدها تكسر 3 بلوكات كذا، تحط بستن كذا، شوف على فوق كذا، هنا وهنا. طبعا دحين تحط الريدستون كذا، بعد تحفر من أي جهة. مثلا بان هذا الجهة، والله هذا الجهة مثلا أبي في 3 بلوكات. بتاخذ بلوك، طبعا ما أحتاج بستن فأخذ بلوك، تحط البلوك. طبعا نسيت شي، إنك لازم تاخذ ريدستون تورش. طيب خلينا ناخذ ريدستون تورش. طبعا كما تشوفون ارتفعت. طبعا هنا تحط ريدستون، هنا تحط بلوك على ريدستون تورش وبلوك على ريدستون، وكذا ريبيتر على المستوى الأول، وهنا كذا. على المستوى الرابع والثالث، آخر مستوى. طبعا اللي بتسوي بعد ذلك إنك تحط بلوكات هنا فوق الريدستون. اوكي، بعدها تحط بلوك كذا، ترجع تسوي كذا وتحط 4 بكتات ماي هنا. بعد تكسر البلوك اللي انت عليه، تحط بس خلي آخر بلوك اللي هو لاصق في البستن، وحط لافا. طبعا اللي بعدها انك تسوي كذا، تغطيه. ماي، انا اخذ مية. اوكي، هنا وهنا وهنا. اللي بتسوي بعد ذلك انك بتفتح الليفر. شوف بدأت ساندستون يلقاه، تكسر أول بلوكتين، بعدها بيبدأ الكوبلستون. طبعا لما يكسر الكوبلستون ترجع نكسر تصميم بها. شوف لأنها يسوي لك بورش كذا. طيب هذا إن شاء الله كان شرح اليوم. أتمنى إنك ما تنسى إضافة المقطع المفضلة، وإذا عجبك هذا الشرح ودك إنك تشوف شروحات ثانية وأشياء ثانية عن ماينكرافت، اشترك في قناتي. كان معكم يوسف. السلام عليكم.